وبكده بقى خلصت تخزين ورق العنب بكل سهوله ومن غير وقت ومن غير مجهود حسب الكميه. لو جبتي 10 كيلو مش هياخدوا في ايدك ان شاء الله نص ساعه من غير سليق من غير شطف من غير غسيل. هتخزني الكميه اللي انت عايزاها، هيتحطوا في الفريزر وهتطلعيه تغسليه وتشوفي الطريقه انا عملته ازاي. ولايك للفيديو واشتراك للقناه ام فيروز. بالله عليكم احنا بنتعب جدا جدا عشان نوصل لكم اي معلومه احنا نعرفها فانتوا تستفادوا منها. لايك بقى لاشتراك ام فيروز. وبصوا بقى ورق العنب دول 2 كيلو هم دول اللي هيكفوني، وانا يعني احنا مش هحتاج اكتر من كده. خدوا مني في ايدي 5 دقايق بس، والله 5 دقايق بس. كل سنه وانتم طيبين. الايام دي تخزين ورق العنب، انا هخزن ورق العنب بكل سهوله جدا ولا تعب ولا ياخد منك وقت ولا مجهود. دلوقتي اللي ما عندهوش الكيس ده الاسترتش ده هو رخيص في المحلات، بس اللي ما عندهاش بتجيب اكياس وبتخزن فيها عادي، تطلع منها الهواء وتروح رابطه الكيس كويس وبتبرم. ماشي. فانا هخزن عشان عندي الاسترتش ده. هخزن ورق العنب فيه. عايزه اخلص. لا لازم تقفل، لازم ورق العنب هخزنه من غير ما يتغسل ازاي يا جيهان زي ما هتشوفوا دلوقتي. انا معايا استني كده، معايا ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك. بصوا معايا 2 كيلو من ورق العنب ده هيكفينا ان شاء الله. انا مش عايزه اكتر منه. وزي ما هو كده زي ما هو كده هخزنه مش ولا من غير غسيل ولا من غير سلق. استنوا بقى نلم اللي احنا انت اللي هاتيلي اللي وقع ده. هاخد بقى قد الطبخه اللي انت هتطبخيها كده اهو. هاخد بقى كده زي ما هو بالعود بتاعه بكل حاجه كده. اعمل كده اهو اهو زي ما انتم شايفين كده اهو اهو زي ما انتم شايفيني كده اهو. بص خدت بص زي كده الطرف ده وخدت الطرف ده برجع ابرم تاني كده خلاص. ادي ورق العنب كده بقى هنطلعه وقت ما نيجي نعمله. ده اما ننزله ميه سخنه من الحنفيه او من السخان او من الكتل، لا اما واحنا بنغلي ننزله ونطلعه. بعد كده نحطه في ميه ساقعه ونغسله كويس لانه مش مغسول. نكمل بقى الباقي. هاخد حبه كمان واعمل منه وهطلع وهوريكم. بس اخلص اللي عندي شويه حاجات كده اخلصها زي ما قلت لكم في الفيديو. طبعا اللي مش مساعدني المساحه اللي انا بصور فيها زي ما قلت لكم في فيديو كده من كام يوم بخلص فيديو مش فاضيه. بعد ما افضى اعزم عليه الاتشين بتاعتي. يا بنتي الاتشين بتاعتي هعزم عليه. هاتي المقص عشان اشيل دي عشان كده. عايزه مقص واروح بقى كده